كلمات أحرفها نور، بالحب وبالشوق تدور، وهواها البيت المعمور، ونداها يرتفع إليك لبيك إلهي لبيك. الله 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 الله. قبس من فيض الرحمن يسبح في نور الإيمان، ويلبي داعي القرآن، فتهيم الأرواح إليك لبيك إلهي لبيك. الله الله الله. الحمد لله أسجد بين يديه سجدة الحب في محراب التبتل إليه، سبحانه لا أحصي ثناء عليه، وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو تذكرت الآن الذنوب اللي انت عملتها في حياتك، ومع الذنوب دي تذكرت مكانك اللي انت عايش فيه على الكرة الأرضية، وليك انك تشوف المشهد كده من فوق وتتخيل الكرة الأرضية اللي انت عايش عليها زي نقطة صغيرة جدا جدا ما تتشافش بالعين المجردة، والكرة الأرضية بتسبح بيك وبتدور في مدارها حوالين بنظام دقيق جدا، مفيش فيه مجال للعفوية ولا للمصادفة ولا للخطأ. لو خرجت من مدارها ولو شيء بسيط واقتربت من الشمس، يحصل أن الكرة الأرضية تتحول إلى كتلة نار، كتلة لهب، ويكون مصيرنا كلنا أننا نتفحم ونتحرق عليها. ولو ابتعدت الأرض من الشمس وخرجت من مدارها ولو برضو شيء بسيط، هيكون الناتج أنها تتحول إلى كرة من الجليد، وهنعيش عصر جليدي تاني وهنتجمد كلنا. لكن هي ماشية بيك وبتسبح وانت فوقها في نظام دقيق محسوب بالسنتي من آلاف السنين، إن ما كانش من ملايين السنين. اللي عامل النظام دوت وماشي كده بيحف الأرض اللي انت عليها وبيحفظك انت بالحفظ ده هو الله الخالق العظيم. ده برغم الذنوب اللي بنقع فيها وبنعملها، لكنه عمال يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يبقى حفظ إلهي بيدل على إيه؟ بيدل على رحمة الله ليك وعلى حبه ليك. الله فعلا بيحب الإنسان مع كل الذنوب والعيوب اللي فينا، لكن الحقيقة أن الله بيحبنا، بيحب الإنسان، بيحب هذا الكائن. ويقول عبدي أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. حاجة عجيبة، يعني بيحبنا وكمان بيطلب منا هذا الحب، وبيعطيك قمة الرحمة الإلهية وقمة الحفظ في كل شيء. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يبقى احنا كل ده ما بيؤاخذناش بظلمنا ولا بذنوبنا، ده كمان ويعفو عن كثير خالص، كتير جدا ما بيحاسبناش عليه، وبيحفظنا وبيسترنا. فرحمة إلهية واسعة فوق مستوى العقل. وأعجب ما يقرب إليك هذه الرحمة الحديث اللي هنقوله دلوقتي، وهو حديث صحيح متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، لكنه حديث يذهب العقول، يجنن في الحقيقة. الحديث ده لما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله رب العزة، وحديث قدسي، يقول إن عبدا أذنب ذنبا ثم قال يا رب قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فالله رب العزة ينادي في ملائكتي في الملأ الأعلى، يقول قد علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. فتمر فترة ويجي العبد ده ويذنب تاني،
وبعدين يقول يا ربي قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. فالله في الملأ الأعلى يقول قد علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. بعد فترة يجي العبد ده ويعمل تاني المرة الثالثة نفس الذنب. طب ده احنا بيقول يعني لو واحد أخطأ معك خطأ مرة ممكن تسامحه، لكن لما يجي بقى ويكرر الخطأ ده مرة تانية ده كده بقى يعني بتبقى مشكلة، ده كده متعمد. طب لما يجي يكرر الخطأ ده للمرة الثالثة لا ده هنا بقى ده يعني بيستهزأ بقى، مش ممكن هنا الإنسان يسامح كده. إنما الله الرحيم يسامح ويخاطب الملائكة، والملائكة تتعجب إيه ده، ما هو شيء عجيب فعلا، ده الإنسان المرة الثالثة بيذنب. فيرد عليهم ربنا في المرة الثالثة يقول لي قد علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت له فلتفعل يا عبدي ما تشاء. يا ده أعطاه عفو مطلق، اداله مغفرة مطلقة، يفعل عبدي ما يشاء. ده هي الرحمة الإلهية العجيبة دي. ده وكأن هذا الإنسان كان بيفعل حسنات مش بيفعل ذنوب، كأنه بيصنع طاعات وهو في الحقيقة كان بيذنب وبيعصي، لكن يقول قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء. لمجرد بس ان العبد ده وقع في قلبه إيمان ان الله عنده القدرة على غفران الذنوب وعنده القدرة على انه يعاقب بيها. تبقى رحمة إلهية تفوق العقل وتفوق التصور. ولما يقول ان الله جعل الرحمة 100 جزء وخلى جزء واحد بس كده في الدنيا اللي بنتراحم بيه ده، وبه ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، من الجزء الواحد من الرحمة، لكن اختزن 99 جزء من الرحمة ليوم القيامة. يبقى تآمن بده وتعرف ان دي من صفاته، وان مهما زاد عليك البلاء، مهما زاد عليك البلاء ومهما شعرت ان خلاص أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، لازم تفتكر اسمين لله، الرحمن الرحيم. ما سماش نفسه بالاسمين دول لمجرد ان الناس بس ينادلوا بيهم، لا، ده عشان تظهر أثار الأسماء دي عليك. ده بدأ قرآنه وبدأ سور القرآن بالاسمين دول عشان تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى تيقن وأبشر إن البلاء اللي انت فيه والكرب ده هيفرج، وإن الله هيأتيك بالفرج وهيسوق إليك الخير والرحمة من الباب اللي انت ما بتحتسبوش. رحمته دي لما يقول حتى رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية يقول رحمتي غلبت غضبي، وكأن فيه منافسة وفي صراع بين الرحمة والغضب. ما هي الأسماء الإلهية، ما هو في اسم الرحمن وفي اسم المنتقم مثلا، فالأسماء دي كأنها عايزة تسقط على العبد، المنتقم عايز يعذبه والرحمن عايز يرحمه، والاثنين أسماء الله، لكن في النهاية يحصل إيه؟ يكسب اسم الرحمة، لأن الله هو اللي عايز كده. يقول رحمتي غلبت غضبي، غلبت غضبي. والأسماء الإلهية مليئة بالرحمة، حتى الأسماء اللي فيها جلال. يعني لما نقول اسم الجبار، الناس ما تفهمش من الجبار غير القوة والانتقام والسطوة، لكن ده الجبار ليها معاني تانية عجيبة قوي. انت عارف لما واحد دراعه يتكسر كان زمان يروحوا يعملوا له حاجة كده يسموها الجبيرة. الجبيرة دي زي الجبس، يعني تعمل ايه؟ تلحم العظم وتصلحه مرة تانية. ففي الجبار معنى أنه الذي يجبر كسر عبده ويجبر كسر مخلوقه. يبقى الكسر اللي فيك هو يصلحه، ده معنى الجبار. والجبار انت عارف زي ما تقول أنا جبرت بخاطر فلان، مش نقول كده يعني، تقول ما خليتوش يزعل، خدت بخاطره، جبرت بخاطره. الله جبار يجبر بخواطر عباده. اللي أحسنوا الظن فيه، أنت معتقد أنه مش هيعذبك وبتحسن الظن، خلاص مش هيعذبك. أنا عند ظن عبدي بي. نور نور نور
كلمات أحرفها نور، بالحب وبالشوق ضرور، وهواها البيت المعمور، ونداها يرتفع إليك لبيك إلهي لبيك. الله 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 الله. قبس من صيد الرحمن يسبح في نور الإيمان، ويلبي داعي القرآن، فتهيم الأرواح إليك لبيك إلهي لبيك. الله الله الله.